جامي يفوت عليا رمضان وما نديرش فيه البسبوسه، يحبوها بزاف في الدار، ساهله ماهله بجوج حبات بيض وانتي درتي بلاتو تفوتي به السهره تاع رمضان ان شاء الله. اي نروحو نديروها كيف كيف. اول حاجه نبداو بالسيرو، درت فيه 2 كيسان سكر مع 4 كيسان ماء، نزيدو لهم دي ترونش تاع القارص ولا تشينا، ونديروهم يغلو فوق النار. نديرو 2 حبات بيض، انا الحبه تاع البيض تاعي كانت صغيره درت 3. نديرو كاس غير ربع سكر مع الزاز تاع التشينا، انا درت كو تشينا، تحبي ديري كو قارص بدلي برك التشينا بالقارص. ومن بعد طلعتهم بالباتر باش تجيني خفيفه، اذا ما كانش ثاني نورمال. ومن بعد درت الزيت على شكل خيط، وزدت معاهم كاس حليب ورشه تاع لافاني، وزدت طلعتهم مليح. ومن بعد رحت درت لهم السميد رقيق اللي هي تشيشه رقيقه، ماشي الخشينه باش ما يجيكمش الحبات بزاف كبار. درت الكاس الاول وخلطت، وزدت معاه 2 خماره. ومن بعد زدت الكاس الدوزيام، وهنا عينك ميزانك، اذا شتي الخليط تاعك مازال خفيف زيدي السميد وخلطي وخليها تريح مده 10 دقائق. ومن بعد كي عاودت جبتها لقيتها ديجا شدت روحها شويه. من بعد نزيدو نخفوها بنص كاس عصير التشينا، ولا كنتو درتو كو سيترون عصير الليمون. درتها في البلاطو تاعي، درتها في البلاطو صغير على بها درت 2 حبات بيض. اذا كنتو درتو بلاطو كبير ضعفوا المكونات. درتها الطيب، خليتها تتحمر لي مليح مليح. ومن بعد خرجتها وشربتها بالشربات اللي كانت بارده. انا الشربات تاعي زدت معاها نص كاس عصير التشينا كي كانت تغلي. وشربوا شربات تاعكم هي تشرب حتى تخلي لكم الشربات من الفوق، خلوها تشرب في غرضها وتبرد. زينتها بشويه معجون ومكسرات، التزيين يبقى اختياري كما تحبي. وهكا جات البسبوسه تاعي. ان شاء الله تجربوها وتستمتعوا بها في سهراتكم تاع رمضان. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تزوروني في الانستغرام. تهلاو في رواحكم.